السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ هابي نير. يعني كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رأس السنة. يعني عملتلكوا كده بقى حاجة عشان كده تبقى سنتنا بيضة وعلى الناس كلها وعلى الكل وربنا كده الرز بلبن بقى اللي احنا بنعمله كل سنة يا سيدي يا سيدي بقى على الجمال. يعني حاجة اقتصادية جدا ويا رب ما تقطع لنا عادة يا رب. وكل سنة أمة الإسلام بخير يا رب، وكل الناس يبقوا في خير وسعادة يا رب، والسنة 2024 تبقى سعيدة على الكل. يلا بقى بينا هنسم ونصلي على الرسول ونبدأ في الوصفة. أنا معايا اللهم صل على النبي 3 كيلو ونص من الحليب، زي ما انتوا شايفينه كده. أنا كنت مطلعاه من الفريزر. اللهم صل على النبي. وكان معايا ايه؟ كوباية رز، وكان معايا حتة سمنة بلدي او عادية، وكنت معايا فول سوداني قشراه كده، ومعايا كريم شانتيه، يعني تمن كده، ومعايا بشر حسب برضك الرغبة، ومعايا فانيليا. يعني الفانيليا دي من نضيفة والله، يعني بتاع الحاجة قال لي دي هتعجبك قوي. ومعايا 10 معالق ونص من النشا، علشان كل كيلو لبن انا قلتلكوا قبل كده عليه 3. اللهم صل على الحبيب، عليه 3 كوبايات، عليه 3 معالق من النشا. معلش سوري يا حبيبي متلخبطة شوية. حطيت بقى اللبن دلوقتي زي ما انتوا شايفين، وكنت نقلت الرز في حاجة كبيرة علشان هو بسم الله ما شاء الله. وبعد كده اما غليت اللبن اهوت زي ما انتوا شايفين. دلوقتي بقى اللبن كان لازم يغلي هو لوحده، وكنت طفيت على الرز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كنت بقى حطيت كده حتة السمنة قبل ما احط رز ولا اي ما احط حاجة، والكريم الشانتيه حطيته، وحطيت الفانيليا. وقمت بقى حاطه السكر زي ما انتوا شايفين كده. لازم دوت اول حاجة، يعني هيدولكوا كده ريحة خطيرة. وبسم الله ما شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين والأمة بخير يا رب العالمين، وما يفرقش حد، ويعود علينا الأيام بخير. زي ما انتوا شايفين بقى كده يا حبايب قلبي، قلبتها كده وزي ما يعني كل حاجة واضحة قدامكم، ويا رب ينول اعجابكم. والله تحفة جدا واقتصادي. دلوقتي بقى بعد ما قلبته واللبن غلي في قلب المكونات اللي انا حطيتها، اول حاجة حطيت الرز كده، ولازم يكون الرز مستوي قوي. ودي كان عندي شوية كريمة باستر كريم، قمت حطاهم بقى كده يعني يزيدوا الطعم فيه شوية كده زي ما انتوا شايفين. اللهم صل على النبي يعني. قمت حطاهم كده ومقلباهم، والرز حسب الرغبة، انا مبحبش اكتر في الرز، يعني بحب كده يبقى اكل فيه لبن كده، ويعني الرز بتاعه مبقاش اللي هو كتير. يا رب كلامي يكون واضح عندكم وعند حضراتكم، واللي عايز يستفسر عن اي حاجة يكتبلي في الكومنتات. دلوقتي بقى بعد ما حطيته زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، عمال يبقبق كده. يا حبايبي عمال يبقبق زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما غلي، بعد ما غلي اهوت، قمت بقى جايبه النشا، كنت حاطه لها اللبن، كنت بفضل اقلب فيها زي ما انتوا شايفين كده. وبسم الله ما شاء، اول ما حطيت له النشا ربط على طول. انا حطيت له 10 معالق ونص، بسم الله ما شاء الله، يعني في ثانيه كده، ولا احتجت نشا، هما النشا مظبوطين. وبعد بقى كده كنت انا سايبه ايه؟ البشر والسوداني ما حطيتوش في قلب اللبن ولا الرز. بعد ما خلصته وهاجي اصبه، يعني هاجي اغرفه في الاطباق وكده والحاجات ديت، اقوم حاطاه زي ما انتوا شايفينه كده. بيدي بقى مزه خطيره 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 بجد والله يا حبايبي. يا رب ينول اعجابكم يعني. زي ما انتوا شايفين كده بقى حطيته، وبسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا على قلوبكم. ما تنسونوش بقى تدعموني باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. بحبكوا قوي، ودمتم في رعاية الله. كل سنة وانتم طيبين، وسنة 2024 تبقى خير علينا وعلى أمة الإسلام يا رب العالمين. باي باي، هابي نيو يير.